السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يجوز للزوج شرعا ضرب زوجته أو إهانتها أو سبها، وعندما قال الله تعالى في كتابه الكريم فاضربوهن، فلن يحلل بذلك أو يبيح بذلك ضرب الزوجة بدون سبب، ولكن الله عز وجل ذكر هذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فذكر الله الضرب في هذه الآية في حالة نشوز الزوجة، والمرأة الناشز هي التي تخرج عن طاعة زوجها والامتناع عن أداء حق الزوج أو عصيانه، وأمر الله الزوج أن يعظها، وإن لم يكن فيهجرها، وإن لم يكن فيضربها ضربا غير مبرحا. ولقد نشأت لكم هذا الفيديو حتى أتحدث عن خطأ لي في الحلقة الماضية، عندما دمجت المرأة الناشز بالزوجة التي تأتي بالفاحشة، وقلت أن يجب على الزوج أن يعظها ثم يهجرها، ولكن في هذه الحالة يختلف الأمر، لأن معنى أن تأتي بفاحشة مبينة أي تأتي بفاحشة تضر الزوج مثل الزنا أو غير ذلك مما يؤذي الزوج ويسيء إليه وينفر من عشرتها. وإذا وقعت الزوجة في الفاحشة والعياذ بالله، جاز لزوجها أن يطلقها ويضيق عليها، وله حينئذ العضل حتى تؤدي الحق الذي عليها، أو حتى تفدي منه ببعض الشيء مما يعينه على الزواج بغيرها، مما يعضلها مما بلغ له إليه بظلمها. فإن لم يحدث شيئا من ذلك، فيجب على كل زوج أن يعامل زوجته باللين والكلمة الطيبة، وأن يعاشرها بالمعروف، لما ورد في القرآن الكريم: وعاشروهن بالمعروف. ولكل زوجة عليك بالصلاة والدعاء دائما أن يصلح بينك وبين زوجك، وأن يجعل بينكم المودة والرحمة. فإذا وجدت المودة والرحمة بينكم فلن تجدوا غير السعادة، ولن يوجد للخلاف مكان بينكم. ولكل زوجة ظلمت من زوجها أحب أن أقول لك: الحساب في كل شيء مؤجل إلى يوم القيامة، ما عدا ظلم الناس، فلا بد أن يقتص الله جل جلاله من الظالم في الحياة الدنيا حتى يعتدل ميزان الحياة، ويعرف الناس أن الظلم له قصاص دنيوي بجانب قصاص الآخرة. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله فوق الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وعليك بهذا الدعاء: اللهم أنت حسبي في من ظلمني، وأنت حسبي في من ذلني، وأنت حسبي في من أذاني، وأنت حسبي في من خذلني، وأنت حسبي في من قهرني، فحسبي الله وكفى بالله حسيبا. اللهم أنت ربي وأنت معيني، أرني دربي ويسر لي أمري وأنر قلبي، خذ بيدي واختر لي خيرا، وامح ذنبي وكن معي. اللهم إني أعوذ بك من الخوف إلا منك، ومن الذل إلا إليك، ومن الفقر إلا إليك. أعوذ بك من عضال الداء، ومن شماتة الأعداء، ومن السلب بعد العطاء. يا رب اجعل دعوتي واقع تراه عيني. يا رب لا يصعب عليك شيئا من أمرنا، وحدك القادر العظيم الذي لا يعجزك شيء. يا رب استجب لي وأعطني ولا تحرمني، فإنك إذا قلت للشيء كن فيكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.